طبخة بنينة برشا، ان شاء الله يا ربي تعجبكم عصيدة زقوقو. وباش نشوفوا مع بعضنا المقادير وان شاء الله يا ربي تعجبكم. والان باش نشوفوا مع بعضنا المقادير اللي باش تحتاجها العصيدة. كما تعرفوا العصيدة تصور معروف عند تونس فقط، اللي انا متاكده مش متاكده بس الاكيد يعني نعملوه في المولد النبوي الشريف. انا والله فرحت كيف لقيت موجود هوني في البلاد اللي انا فيها، موجود يبيعوا فيه كله. خديت نصف رطل، لكن انا مش باش نعمله كله. باش نعمل نصف الكميه. هذا رطل باش نعمل تقريبا نصف رطل زقوقو. هو يجي حبيبات صغيره، في العاده ناخذوه حبيبات ونطحنوه كويس بالباهي، وبعدين نسوي منه الطبخه كل. انا صراحه خديته جاهز بحكم توا تقريبا اكثر من 4 سنين انا ما نتصورش اني ذقتها او طبختها. على نصف رطل زقوقو نحتاجو طحين 150 جرام، تقريبا 150 جرام طحين. نحتاجو للزينة. الزينة كل واحد وكيفاش، يعني على كيفكم، يعني الزينة معنا ما فما حتى مشكل. الزينة اخترت فستق مرحي، صنوبر نقولوا احنا بندق، لوز مبروش مقشر ابيض، فستق حلبي، وجوز طبيعي جدا. والكريمه انا باش نعمل الكريمه جاهزه، بس من غير مانيش باش نعمل فيها السكر. على فكره العصيده تحتاج السكر. انا للامانه بحكم احنا يعني احنا في العيله هنا ما ناكلوش الحلو بصفه عامه. باش نعمل بعد ما باش تتبعوني كي نعمل الخلطه، باش نعمل حليب المركز، باش نعمل شويه حليب مركز للعصيده. وتوا شوفوا مع بعضنا انا باش نعمل هوني اي على نصف رطل احتجت تقريبا لتر ونصف مويه. كما تشوفوا هوني باش نعمل نص الرطل، نصف رطل هوني كما تشوفوا هوني. بعدين باش نخلطه، لكن يتخلط لما يتخلط بالباهي شويه بس. كما تشوفوا هوني باش نخلط بالخلاط هذا. وبعد ما نخلطها خليها ترتاح تقريبا من ساعة ل3 ساعات. كل واحد فيهم يحضرها من الليل يعني، ويحطها في الثلاجة ترتاح، وبعد نجهزها للطبخ تكون يعني الطحين تبع الصنوبر اعطاه الطعم نتاعو. على فكرة هذا المفروض هم يكون جاهز، لأنه عن جد هو جاهز. احنا اللي طحنوه نصفوه تقريبا مرة واثنين وثلاثة بعد ما نخلطوه مع الفرينة. احنا الفرينة هو الطحين. انا هذه صراحة مانيش ما نتصورش اني باش نصفيها، لانها جاهزة بطبيعتها ما تحتاجش انها تتصفى. كما تشوفوا هوني الان باش نضيف لها الطحين.
مرتاح شويه. هو من المفروض انا راح على فكره باش نصبرها افضل لي، لانه ممكن تبقى لي حبيبات الطحين باش نصفيها قبل ما نجي نحطها على النار، نصفيها ونرجع لكم بعد شويه. كما تعرفوا بعد ما شاء الله بدت تعقاد وكلها، باش نحسب لها الان النسلي. انا ما عملتش حتى نكته سكر على فكره، لاني ما نحبهاش حلوه اصلا. من غير هيك انا ما الكريمه يعني بطبعها حلايه، يعني مانيش باش نزيد السكر لا في الكريمه ولا هنا، بس نسلي ونخليها تطبخ تعاود تعقاد اكثر، لانها توا تقريبا جاهزه. كما تشوفوا على منظرها ما شاء الله. انا جتني فاتحه شويه لاني مش مكثره الزقوق العجينه كلها، مانيش مكثره. هي اصلا غير هيك يعني التسمار تغماقه تجي غامقه بالسكر، تجي غامقه. انا عملت لها بس شويه، هما تقريبا قديش شويه المقادير، لنقول 90 جرام، يعني ما يقارب تقريبا 200 جرام. انا كما تعرفوا انا خلصت الخلطة، بدت تغلي. نرجع لكم بعد شوية. ورجعت لكم بعد ما ريحتها تقريبا، لاني انا ماني عاملة كمية كبيرة، تقريبا على 4 زبديات من هذولا. ريحتها تقريبا ساعتين، والان حطيتها على النار. لكن على النار لازم التحريك، يعني من التحريك ما نوقفوش ابدا لحين تعقد كلها وتتماسك مع بعضها، ونوريكم النتيجة النهائية بعدين. رجعت لكم بعد ما العصيدة صارت جاهزة، ضابطة معي ما شاء الله الطبخة. وتوا باش نعملوا مع بعضنا، والان باش نعملوا مع بعضنا الزينة كل قدير وقدره، كل واحد كيفاش يحب الزينة. انا باش نزين هذه الساعة الكبيرة. كما تشوفوا لون الفستق اخضر ما شاء الله، يعني هذا اشتريناه حبوب وطحنته هنا في البيت. كما تشوفوا الان انا خلصت بعد شويه. كما تشوفوا خليني نكمل هذا. هذه باش نعملها بطريقه اخرى، يعني فيه كثير طرق للزينة، وكل واحد وكيفاش يحب يزين. انا الان يعني باش نعمل، عندي كمان كيف اللوز الابيض، المفروش ابيض يبدا شقفة صغيرة. الزينة كما قلنا كل واحد وكيفاش يحب الزينة نتاعو. الان كما تشوفوا هوني هنا باش نعمل هيك هذا اللوز المبروش. كما تعرفوا انا ما عملتش السكر ولا شويه، يعني سكر انا، لكن ما شاء الله جت
ضابطة بصفة غريبة، يعني لأنه عملت تقريبا قلنا ما يقارب هيك العلبة الصغيرة تبع متاع النسلي، فيها ما يقارب ما يقارب 90 جرام تقريبا. انا عملت اثنين وما شاء الله جت حلوة وطيبة الصراحة، جت ضابطة معي. يلا معلش الزينة كما قلنا انا خربتها لمحالة هنا، لمحالة خربتها. الزينة كما قلنا كل واحد وكيفاش يحب الزينة متاعه. انا عملت على حسب اني ما نعرف بس هذا احنا في تونس نقولوا بندق، واصلا هو صنوبر، يعني صنوبر بندق، يعني مثل كما تشوفوا هنا راح احاول نظبط الشكل. كما تشوفوا هنا نعملوا هذه حبة جوز، هنا نعمل حبة جوز، وعندي زي الفستق هنا. كما تشوفوا انا كما حكيت لكم قبل شويه عملت نصف رطل، لكن ما شاء الله نصف رطل مشي في بالي باش يعمل لي كميه صغيره، لكن عمل لي كميه ما شاء الله، كميه تقريبا على 4 زبديات صغار هيك، والزبديه الكبيره يعني جتني كميه ما شاء الله. ونرجع لكم بعد شويه بعد ما نخلص كل الزينه كامله. سيده جت ظابطه معي ما شاء الله كما تشوفوا. على نص رطل عمل لي تقريبا 4 زبديات صغار والزبديه الكبيره هذه. ان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير، ان شاء الله كل مولد وانتم بخير. انا هذه اول مره نعمل العصيده وانا خارج تونس. جربتها ونجحت معايا. ان شاء الله نخلي لكم الوصفه في صندوق الوصف تحت الفيديو. نتمنى يا ربي تعجبكم وتشاركوني ملاحظاتكم، وان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير، وان شاء الله كل مولد وانتم بخير يا رب.